اليوم الشبكة الوطنية للصحفيين الشباب خريجي المعاهد والجامعات كانت في لقاء رسمي مع السيد رئيس المجلس الوطني للصحافة السيد يونس المجاهد، وكذلك رئيس اللجنة المؤقتة التي تسير شؤون الصحافة ببلادنا. هذا اللقاء هذا يأتي بعد طلب موجه إلى المجلس، ونشكر السيد الرئيس على التجاوب ديالو معنا. كيف ما شفتوا أنا كنت برفقة شباب اللجنة تمثل الشبكة الوطنية في هذا اللقاء من أجل مناقشة مجموعة من المعطيات التي تتعلق بالخريجين، على رأسها الولوج إلى المهنة، التكوين، التدريب، التأهيل. وكذلك احنا اليوم كنعرفوا ان بلادنا في مرحله انتقاليه فيما يتعلق بمجال الاعلام، كنا في مرحله مهمه مع السيد الرئيس لكي يتم اشراك الخريجين في هذه العمليه هذه، ولكي يكون الخريجين ديال الاعلام في قلب هذه العمليه ديال التغيير. والسيد رئيس المجلس الوطني تجاوب معنا بكل ايجابيه، وفتح مجال اننا نعملوا جلسات اخرى وباش تكون الشبكه الوطنيه للصحفيين الشباب متمركزه في هذه العمليه ديال التغيير. وطرحنا عدد من النقاط كيف ما قلت، كأرضيه اللي كتشوفها الشبكه، منها الولوج للمهنه، منها التدريب ديال الصحفيين، منها الحصول على البطاقه ديال متدرب صحفي بعد التخرج مباشره، منها كذلك دراسه الوضع الاجتماعي للصحفيين الشباب، وعدد من النقاط الاخرى اللي غادي يكون فيها جلسات وغيكون فيها الاشتغال بالموازاة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وكذلك مع المجلس الوطني، إلى جانب الوزارة الوصية اللي بهذه المناسبة بدورها عملنا لهم واحد الطلب من أجل الجلوس مع السيد الوزير لمناقشة هذه الأوضاع. وحنا الحمد لله اليوم بدأنا نرى أن الشبكة الوطنية الإنشاء ديالها بدأ يؤتي أكله، وسنكون لنا الكلمة في هذه العملية ديال التغيير، ونتمنى أن نصل إلى نتائج إيجابية. أنا اليوم كخريج المعاهد ديال الصحافة وبصفتي كصحفي كان عندنا اجتماع مع السيد يونس المجاهد اللي كانوا فيه العديد من المقترحات اللي ان شاء الله غادي يكونوا صالح ديال خريجي المعاهد باذن الله. كما كتعرفوا ان المغرب مقبل على عده تظاهرات عالميه، خصنا نعرفوا ان في المجال الصحفي المغربي خصها تكون عده تكوينات، وغيكون واحد التغيير ان شاء الله شامل كما وعدنا به السي يونس المجاهد. ان شاء الله كاينه وعود مقدمه، وغادي تكون ان شاء الله، وغادي تكون عندنا جلسات مع النقابه الوطنيه، كذلك مع الوزاره الوصيه ان شاء الله باذن الله.